انا شكلي وحش، انا وسيم جدا جدا جدا. زي مثلا واحد صاحبك قال لك يا فاشل. للاسف يا عزيزي المشاهد، انت لو ما اتحركتش للاسف عمرك هيزداد سوء. تخيل انك عايش طول عمرك في قفص، بس القفص ده مش حديد ولا خشب، ده قفص في دماغك. افكارك وردود افعالك وخوفك وفشلك وحتى نجاحك، كل ده ناتج لعمليه حسابيه قديمه بتتكرر من غير ما تحس. في لحظه وعي بتكتشف انك تقدر تكسر القفص ده. بس ازاي تغير الدماغ اللي بيقاوم التغيير؟ اولا لازم تعرف ان دماغك دي بتشتغل بنظام معين، والنظام ده هو التوفير. وياها على الرقم المرعب، وهو ان اغلب افكارك اليوميه مكرره بنسبه 90%. العقل البشري بيحب الراحه، حتى لو كانت راحه مزيفه. راحه انت اللي بتخلقها، يعني انت اللي بتخلقها دون الشعور بيها، زي الراحه في الفشل وفي الشكوى وفي الكسل. مثال، وهو ان شخص حاول يغير عاده سيئه، بس دماغه قاومته. ليه؟ لان الدماغ بيخاف من المجهول، وتخيل انه بيفضل المألوف عن المجهول حتى لو العاده السيئه دي مؤلمه. تخيل بقى، دي قناه معتز بالفكره، عارفين ان كده كده الانسان خطاء، فهي بتخليه عنده الوعي الكفايه والعيش بشفافيه وتكون على الطريق الصح. وكمان بنقلك قصص لاشخاص مشهوره مش بس ممتعه، ولكن بنتعلم منها كل جزء من مرحله فشل لنجاح لتجنب فشل. ولكن انت هتستفاد جدا من القناه دي. وما تنساش تعمل لايك لان ده بيشجعنا جدا، وما ننساش نشكر الاشخاص المحترمين المره اللي فاتت المعلقين، نشكركم جدا جدا جدا. ولو انت عاوز تدعمني اكتب كومنت حلو وشبهك، لان ده دافع لينا جدا وبيشجعنا جدا جدا. اول 7 سنين من عمرك بيتم فيها زرع السوفت وير بتاعك. اي فكره عن نفسك، انا فاشل، انا مش محبوب، انا كسول، كلها ناتجه عن الطفوله. قصه شاب سمع طول عمره انه مش هينجح، ولما كبر بقى فعلا بيحقق النبوءه دي. الدماغ بيمشي على البرمجه القديمه الا لو غيرناها. الفرق بين العقل الواعي والعقل اللاواعي اللي هو العقل الباطن يعني، الواعي بيساوي بطيء منطقي محدود، اللاواعي سريع وقوي بيتحكم في 95% من قراراتك. فزبادي القصه، لو عايز تغير حياتك لازم تغير اللاواعي. نعيش بشفافيه بقى، مفيش مؤثر علينا. وعي بالمنطقات السلبيه او اللي بتحس بيها بضيق نفس. اكتب اي افكار سلبيه وواجهها، انت حقيقيه، اتس ريل ام نوت ريل. اعاده البرمجه انك تكون كلين، مفيش مؤثر عليك. هنعتمد في اول فكره على التكرار. كل فكره بتتكرر، زي مثلا انت غير محبوب، فانت بالطريقه تقول انا محبوب، انا شكلي وحش، انا وسيم جدا جدا جدا. اوعى ابدا تفكر انك بتعمل حاجات مش مفهومه او حاجات غبيه، ولكن تكرار بيساوي تثبيت في العقل اللاواعي. وعلى فكره الخيبه الاكبر واللي بيسبب مشاكلنا كلها العقل اللاواعي، انه اصلا ما بيفرقش بين الحياه والخيال، وهو اللي بيتكرر قدامه وبيتعامل معاه على اسلوب حياه. وعلى فكره المقاومه هتحصل، جهز نفسك واربط الاحزمه، كل ما تقاوم اكتر تعرف انك على الطريق الصح. واخر حاجه معانا وهي انك تغير بيئتك القديمه عامله زي الحشره وطعمها انك تبقى فيها، والبيئه دي عباره عن اي شخص غرس معتقد فيك وحش، زي مثلا واحد صاحبك قالك يا فاشل، وبعد ما تقوى مش هيأثر عليك. واحب اقولك انك حاول تعيد الفيديو اكتر من مره عشان تمشي على الخطوات مظبوط. دماغك مش عدوك، هو مجرد طفل بيتعلم من اللي حواليه، ولو بدأت تعلمه الصح هيبدأ يشتغل لصالحك مش ضدك. ما تقولش انا اتولدت كده، قول انا بصنع مشاعري من جديد.